المونديال له وزنه وثقله بين البطولات، الثقافة الأشهر في عصرنا والحدث الأعظم كرويا والأكثر شعبية. منافسة أوروبا لها زينتها بين كل البطولات، فهي حسناء القارات ولا حرج في من تغزل بها أو كتب عنها أبيات الشعر من المديح أو التعظيم. أوروبا على حد كبير تشبه البريمير ليج مقارنة مع بقية الدوريات العالمية، فيها منتخبات متقاربة المستوى مما يجعلها بطولة تنافسية تحبس الأنفاس منذ وهلتها الأولى. كأس العالم تضم منتخبات نجحت بأحقية التأهل إليها، غالبا تشبه دوري الأبطال حيث تبدأ صراعاتها الحقيقية عند الربع النهائي، فيما أن البطل فيها يتطلب ماد عريق قد انغمس في فنجان التاريخ. اللاتينيون في المونديال كريال مدريد في الشامبيونز ليج، تلك الفرق تمتلك أكثر عدد من هذه البطولة، والمتيمين في حب اللقب الأغلى هم الأكثر وصول إلى فؤادها، غزلوهم بها كغزال عنتر لعبلة وقيس في ليلى، وما بينهم هو الشيء ذاته بين مزياد وجبران. ما أعنيه أن منتخبات أمريكا أقوى من منتخبات أوروبا، ولكن من حيث التنافسية في بطولة فإن اليورو في مستوى أكبر. في السنوات الأخيرة تغير حال المونديال، وأصبحنا نشاهد منتخبات لم يسبق لها المنافسة تمكنت من أخذ اللقطة، والأمثال تضرب في كرواتيا وأسود الأطلس. بهذا المنطق بإمكانك القول إن كأس العالم ازدادت حوله المنافسة، ومن منظور آخر فإن مشوارها أكثر رعونة في حين لم يتجاوز المغرب وكرواتيا دور 16 في البطولات القارية. بهكذا مقارنات حسابية نستنتج إن المونديال أسهل من اليورو، وفي الوقت نفسه نقول أفريقيا أصعب من البطولة الأشهر كرويا، ولكن في الحقيقة ليست أوروبا أصعب من كأس العالم ولا الكان كذلك. لا توجد المقارنة، فلكل بطولة لها طابع خاص، فاليورو تشبه البريمير ليج في التنافسية، والمونديال صعبة المنال كتشامبيونز ليج.